هلا متابعاتي، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير وبصحة وبعافية. وبداية نصلي على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الأطهار. طبعا هنا أنا أعرفكم عن نفسي، أنا شموسة وهذه قناتي. أتمنى اللي أول مرة تزور قناتي وتشاهد الفيديو تشترك بالقناة وتخلي لايك وتكون جزء من عائلتي. طبعا أتمنى لكم مشاهدة ممتعة وياي برفقتي، وإن شاء الله قناتي تعجبكم. وحابة أنه أشكر كل مشتركاتي الجديدات والقديمات كلكم. أشكركم على تفاعلكم بالقناة، والتفاعل كان كلش حلو. حبيت أشكركم من خلال قناتي. أحب أشكر كل متابعاتي ومتابعيني اللي شجعوني وخلوا لي تعليق كلش حلو مثلهم. طبعا حبيت أشارككم مشترياتي لشهر رمضان المبارك، وأحلى هدية جاب لي إياها زوجي. هسه تشوفونها، تابعوا الفيديو للأخير حتى تشوفون الهدية. كانت هدية كلش حلوة وراقية بنفس الوقت. وهنا أنا عندي هاي دولكة قياس. طبعا استفاد من عندها بشهر رمضان المبارك من خلال قياسات، يعني أقيس بيها المي أو أي شيء حابة أسوي أقيسه بهاي الدولكة. هي كلش حلوة. وهاي الصينية، طبعا هاي صينية قديمة، هاي مال السنة اللي فاتت، وحبيت أشاركها وياكم همينة مالت رمضان شنو النظام مالتها. وهاي الجرة هماتين كلش حلوة، تفيدنا بالزينة مالت رمضان همينة، حبيت أشاركها وياكم. وهذا الشكردان هماتين أخذته سعره 1000 دينار، وهذا همينة سعره 1000 دينار، يعني اثنيناتهم نفس السعر تقريبا. ذن الشكردانات يفيدني أو حافظات، بس هو على الأغلب يستعمل كشكردان للشكر أو للملح. هذني حبيت هماتين جبتهن الجوجو، أخلي بيهن عصير وأجمده أحسن من المثلجات اللي تشتريها من الشارع. يعني أجمدهم بالفريز، قلت أحسن من المثلجات اللي تشتريها من الشارع. وهذني هماتين قواعد كلش حلوات عجبني، تخلن جوا القدر أو جوا القوري مالت الشاي، يعني يمنعن الحرارة. همينة كلش حلوات وعجبني. هاي مملحة هماتين سعرها 1000 دينار، أخذتها هي ويا المشتريات، من ضمن المشتريات اللي اشتريتهم، وكان سعرها 1000 دينار. طبعا المشتريات مع ذكر الأسعار. هنا أنا هاي عندي تختة هماتين كلش حلوة وعجبتني، وكان سعرها مناسب، أعتقد 2000 دينار هماتين أخذتها. تفيدني للسلطة بشهر رمضان المبارك إن شاء الله، فحبيت أشاركها وياكم. وهذه هماتين هاي أكواب. طبعا هذني الوحيدات اللي أخذتهم من البالة، بس بالة نظيفة ما مستعملة. وشوفوا حتى ملفوفات وكلش حلوات. هذني الأكواب أعتقد صار سعرهم تقريبا 2 بربع أو الواحد بربع هيج، يعني لأن هم كلش صغار. شلون استكانتشا كلش حلوات، شوفوا كلش حلوات. هاي بالة إماراتية هي وهاي الانجانة الستيل اللي وياهن هماتين ذني كليتين. طبعا هاي الانجانة أخذتها ب2000 دينار هماتين وياهن، وكان سعرهن مناسب وكلش حلوات وعجبني. وقلت إن شاء الله نستعملهن بشهر رمضان المبارك إذا طيبين. وهاي بنات طبعا أنا فتحتها ووخرت هذا النايلون اللي هي بداخله، وبعدين رجعت غلفتها بالنايلون لأنه شفتها تعكس صورتي، فما حبيت أطلع الانجانة من النايلون لأنه مثل ما قلت لكم تعكس صورتي، فرجعتها بالداخل النايلون. وهذني هماتين حافظات كلش حلوات وعجبني، وأخذتهم ذني 3 ب1000 سعرهم. طبعا يعني هنا رحت للزيارة ومن هناك اشتريت هذني الشغلات هماتين. هذا الفانوس الرمضاني هماتين، طبعا اشتريته بس ما أعرف السعر ايش قد، لأن أبونا هو اللي دفع سعره، فنسيت أسأله ايش قد هذا سعره.
هنا هذا يشتعل بنشرة و بإضاءة يعني، بس هي ما طالعة الإضاءة كلش، لأن هالمرة خليت المشتريات مقابل الشباك، لأنه مطبخي شوية ما بيه إضاءة، يعني إضاءة مالته خافتة، الشباك مو كلش ينطي إضاءة. وهذني سلات هماتين كلش حلوات وعجبني، هذني 3 ب1000، طبعا معروف عنهن والمكان هن 3 ب1000، كلش حلوات ومرتبات يفيدن للخضرة. همينة اشتريتهن من الزيارة، من رحت للزيارة وندعيت لكم كلكم طبعا، ما نسيت ولا وحدة، وخاصة متابعاتي كليتهم دعيت لهم بالصحة والعافية والستر والأمان، اللي ماكو أحسن من عندي. وهذا هماتين الهلال الرمضاني، شوفوا هذا هماتين على الباتري، بس أنا هسه ما مخليت له باتري، شوفوا كلش حلو. يفيدنا بالزينة الرمضانية إن شاء الله، بالركن الرمضاني، يعني من أسوي ركن رمضاني إن شاء الله يفيدنا. فكان شكله كلش حلو ومرتب، وهماتين ينطي إضاءة، بس أخلي له باتري يشتعل ينطي إضاءة. وهذا قالب كيك هماتين كلش حلو عجبني وأخذته، وسعره همينة كان تقريبا 3000 دينار. وهذا جفجير هماتين أخذته، وكان سعره تقريبا 1500 هماتين، عجبني وقلت استفاد من عنده بشهر رمضان المبارك يعني، وكل الأوقات وانا استفاد من عنده. وهنا أنا هذا شاكوش مال لحم هماتين أخذته، قلت استفاد من عنده للحم، يعني هذا شوية يمرد اللحمة قبل الشوي، كلش حلو هماتين عجبني. وهاي الحركة يعرفونها أصحاب التعليقات السلبية. هنا هماتين هذا مقص هماتين اشتريته، تقريبا صار سعره 1500. ومثل ما تشوفون هاي مشترياتنا لشهر رمضان المبارك. وهسه راح يجي دور الهدية اللي اشترى لي اياها زوجي ربي يحفظه. قلت لكم هاي هدية من الغالي، وطبعا اكيد هي الهدية حلوة وتكون غالية، وطبعا الهدية مو بثمنها، اهم شي يعني طالعة من النفس وهذي. فهنا أنا فاجئني جاب لي هاي الهدية وكانت كلش حلوة. هاي الجنطة كلش حلوة ونازكة، وكان سعرها تقريبا 22,000، كلش حلوة عجبتني، وأنا أقول له شكرا جزيلا على الهدية الحلوة. كلش حبيتها طبعا، كان شكلها كلش حلو. وهاي مرشة هماتين اشتريتها على مود اسوي بيها ماسك الشعر بناتي، وان شاء الله اذا سويت الماسك هماتين راح اشاركه وياكم. ماسك التطوير وتدخين الشعر دائما اخلي فيه شي مرشة او ارشة الشعر بناتي، وخاصة جوجو. وهاي نفاضة لاني اجوني ذاك اليوم خطار وما لقوا عندنا ولا نفاضة مال جقاير، فاشتريت نفاضة وتقريبا كان سعرها يمكن 1000 دينار. هنا هاي مشترياتنا كليتها، مشتريات شهر رمضان المبارك. اذا عجبتكم اتمنى ما تنسوني من اللايك والاشتراك بالقناة، وتصعدون قناتي بنات، لا تنسوني من اللايك والاشتراك، تعليقاتكم الحلوة اللي تشجعني وتحفزني انه انزل كل ما هو جديد ومفيد للعائلة العراقية. وإن شاء الله تكونون استفاديتوا من المشتريات ومن ذكر أسعار المشتريات هنا بداخل القناة. أتمنى تكون عجبتكم قناتي. وهاي كانت كل مشترياتي الشهر رمضان، أتمنى لكم مشاهدة ممتعة وأترككم في أمان الله وحفظه.